هلا والله حبايب قلبي، شلونكم؟ ان شاء الله بخير، ربي يحفظكم. اليوم سويت لكم اكله اللي هي شنو؟ الطرشي. هذه العشاء الطرشي فقط، يعني اجهز لكم امور. لكن قبل لا نشرح الفيديو تابعوا حسابي هذا بالانستا، وقفوا الفيديو وتابعوا حسابي وراسلوني، اتشرف بالجميع. طبعا هنا بدينا نثرم الشوندر، ومن بعدها نثرم القرنابيط، وبعد ما نثرم القرنابيط بهالشكل طبعا تقدرون انه تضيفون يعني الملح على حد يعني المقدار اللي يعجبكم. هنا نفلس الشلغم او نقشر الشلغم لو صح التعبير، تمام. نجهزه على اكمل وجه، ومن بعد ما نقشر الشلغم نثرمه حلقات، وبعد ما نثرمه حلقات طبعا نرجع له نسويه اقلام مثل ما قاعد تشوفون. احنا قاعد نثرمه اقلام. ليش؟ او اصابع، البعض يسميها اصابع، تمام. يعني شوفوا بهالشكل هذا راح تكون الشوندر والشلغم، تمام، والقرنابيط، يعني كلها بهالشكل هذا راح تصير. طبعا هنا بعد ما كملنا تجهيز الثرم لازم نلم الفضلات اللي موجودة ونحطها بداخل العلاقة، ونجهزها هاي اللي موجودة بالعلاقة الصفراء، تمام. نجهز كل شيء. وهذا الليمون اكيد، طبعا الليمون شيء كلش ضروري. الليمون بعدين راح اقول لكم ايش راح نسويه بالاخير، يعني خليكم وياي بالفيديو راح تعرفون الليمون ايش راح نسوي بيه. تمام حبايب قلبي. هنا بعد ما كملنا التجهيز والثرم لازم نشيل الزبالة اللي بقت، الاخر شيء النفايات او الفضالة، ونشمرها قبل لا ننام بالشارع تطردنا المرض. هنا قمنا جهزنا بالسنك السلة، وبدينا الأشياء اللي ثرمناها من القرنابيط والشلغم والشوندر نفرغها وين؟ بداخل السلة، ونغسلها بهالشكل هذا. ومن بعدها نملي القدر مي حار. شوفوا، لا تقولوا لي ليش مي حار؟ حتى نسلقها حبايب قلبي، يسهل عملية السلق، يعني يصير أسرع. هنا بعد ما سلقناها غلقناها وخليناها وين؟ على الطباخ على النار، تمام. وهنا ضقت شويه من التمن، وضقت هنا من المرقه الحمراء مال الدجاج، يعني اشياء كلش حلوه. هنا جهزنا وخلصنا، بعدها نبدي نفرغ وين؟ بداخل العلبه مال الطرشي المخصصه له. بعدها بعد ما نقلت يعني طبعا هنا الفيديو سريع حتى ما يطيل عليكم وتملون من عنده، تمام. وانوه عليكم ومره ثانيه اقول حبايب قلبي، طبعا هنا درت الخل، تمام. ارجع انوه عليكم، بداية الفيديو كانت صورة حسابي اللي موجودة يعني مال الانستغرام، يا ريت تضيفوني واتشرف بكم. هنا نظفنا الليمون وخلصنا، وسهمكم العافية حبايب قلبي. ان شاء الله عجبكم الفيديو، اي ملاحظة اكتبوا لي بالتعليق واجاوب الكل في مال.